بدأت من سنين احنا نجحنا، علمنا ملايين احنا الماضي والحاضر، وبكرة احنا جهد وعزيمة وفكرة في جودة مفيش تغيير. دابورلاند أقوى تغطية لمباريات كرة القدم المحلية والعالمية، كواليس حصرية ولقاءات من داخل الملاعب ننفرد بها. استاد كورة اف ام. استاد كرة اف ام. كابتن شادي، زي ما قلت الكابتن سامي وكابتن سامي اتكلم، لغايه دلوقتي ما فيش مفاجآت والفروق كبيره، لكن الفوز النهارده بيعني ايه الفريق زي امبي اللي بقى له 10 مباريات لم يفز في الدوري الممتاز؟ وبالنسبه لكابتن طارق العشري، اول فوز ليه مع امبي في ولايه المره دي. لا هو كان ماشي بشكل، هو استلم فريق انبي وكان فيه بعض المشاكل، في مشاكل كبيره جدا فنيه. بيحاول، حصل من وجهه نظري لما اتفرج على فرقه انبي بقى مختلف نسبيا، زاد نسبيا لكن ما زادش بالدرجه اللي احنا مستنينها من فرقه بحجم فرقه انبي. الفوز النهارده بيعني له حاجات كتير جدا، اللي هو بيستعد للدوري العام بفوز، بتخرج من حالة التعادلات الكتير جدا اللي هي بتأثر نفسيا على المدير الفني وبتأثر نفسيا على اللاعبين، اللي انت بتبقى محتاج فوز. لان انت اللعيبة، خلينا نتكلم بصراحة، وهم مع بعض والجهاز الفني مع بعض، ولو سألت اي ناقد رياضي هيقولك مش دي مكانة فرقة انبي في الجدول. مكانة فرقة انبي في الجدول اللي هي المفروض تبقى في المنافسة بامكانيات اللاعيبة اللي موجود. فبالتالي الفوز النهارده فوز في الكاس، ملوش علاقه بالدوري، ولكن في عالم كره القدم الفوز بيجيب فوز. بستعد وانا في حاله هدوء، على عكس ما انا النهارده يحصل مفاجاه في الدوري وابتدي اشتغل وجو فيه تنشنه، بينعكس على الاداء في المباريات. فده بيعمل استقرار نفسي للمدرب وللعيبه، بحيث ان انت تشتغل بقى وتصحح، تشتغل على اخطائك، وفي نفس الوقت بتشتغل ان انت تبقى في مكانه كويسه تاني في الدوري، وبيدي هدوء للفرقه، وبيدي هدوء للمدير الفني، وبيدي حاله من الاستقرار. حتى لو هو بيقابل الفيوم وفي اول في اخر اسمه فوز في مباراه الكاس، عشان لما ادخل الدوري ادخل بمعنويات مرتفعه، وهرجع اكرر تاني اشتغل في هدوء، ولا الافضل ان انا اشتغل في جو فيه تنشنه. ده بالنسبه لانبي. مره تانيه وثالثه وعشرة، انا بشكر الفيوم، فرقه الفيوم وفرقه الاسيوطي للامانه. قدموا كوره، على عكس انا في مثلا مباراه انبي انا توقعت الشوط الثاني ممكن المباراه تفتح وعدد الاهداف يزيد، ما حصلش. وانبي قدر يخلق فرص بس مش كتير. ففرقه بالامكانيات اللي هي بسيطه جدا وتقدر اللي هي يعني شوط تاني ما تنهارش، ده لازم احييهم عليه. فرقه الاسيوطي كانوا ند بمعنى الكلمه لفرقه بتروجيت، والكابتن طلعت يوسف تعامل مع المباراه كانها مباراه في الدوري، انه عارف قيمه الفرقه دي، فرقه ما بتخسرش، فرقه منظمه، فرقه معاها مدير فني كويس. فبالتالي الفرقه كانت ند بشكل كبير، احيانا كانوا بيوصلوا هم لمرمى فرقه بتروجيت. انا بحييهم على الاداء اللي ادوه النهارده، بحييهم. فرقه متماسكه، فرقه كوره، مش فرقه بحس اللي فيه عشوائيه في الاداء. كان وقت كتير من المباراه احرجوا فرقه بتروجيت، لكن بتروجيت من خبره لاعبيه وخبره مديره الفني هم اللي حسموا المباراه النهارده. ودايما بقول لك في فرق كده المفاجآت بتبقى غير متوقعه. طيب. يعني زي بتروجيت وانبي، فرقتين تقال، فاهم؟ الاسيوطي فرقه بتكسب، بس مش، انا قلت هينهاروا، زي هرجع اكرر تاني، قلت هينهاروا، بدل ممكن الشوط الثاني يحصل نزول في اللياقه البدنيه فيأثر على الاداء، وده ما حصلش للامانه. تمام. طيب خلينا نروح لكابتن ناصر ماهر لاعب فريق بتروجيت. ناصر، برحب بيك ومبروك المكسب النهارده. الله يخليك يا كابتن، الله يبارك في حضرتك. المباراه كانت صعبه لبتروجيت، ولا انتوا كنتوا شايفينها انها سهله مع فريق الاسيوطي؟ لا طبعا كنا عاملين حساب فريق الاسيوطي، وكنا عارفين ان الماتشات اللي زي دي ما بتبقاش سهله.
فخدنا الموضوع يعني بمنتهى الجديه طبعا، عشان ماتشات الكاس بيبقى فيها مفاجآت طبعا على طول. خدنا الماتش بشكل جدي اكتر من اي ماتش، حتى كابتن طلعت نبه علينا في الموضوع ده، ونزلنا الحمد لله فزنا. تمام. كابتن طلعت كان محور كلامه كله عن فريق الاسيوطي ان هو فريق كبير، ولا يعني قال لكم نحاول نخلص الماتش بدري ولا ايه بالظبط؟ هو طبعا نبهنا في حته ان هم ماشيين كويس في الدرجه الثانيه تحت، وفرق متهيألي 9 نقط او حاجه زي كده، وكان عامل حساب للفريق الاسيوطي، وده اللي نقله لنا. وده اللي احنا ده اللي احنا اشتغلنا عليه، والحمد لله حققنا الفوز يعني. ناصر، معاك شادي محمد. اهلا كابتن شادي، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن. انت واحد من اللاعبين، انت اعاره من النادي الاهلي صح؟ يا كابتن عارف. خليني اقول لك، انت طبعا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي